مفيش اي اضرار. تقولي ما تعمليش ليزر. دلوقتي في حاجات جديده طلعت بتخلينا نتجنب موضوع العمليات الجراحيه. الناس اللي بتخاف من الموضوع ده، بصي انا بقول الهير ريموفال ده موضه العصر. كل الناس بتطلبه دلوقتي. البوتوكس بيتحقن في الابر فيس، في الجزء العلوي من الوجه، والفيلر بيتحقن في اللور فيس. طالما اتحقن صح مكان العضله صح ملوش اي اضرار. احنا اول حاجه الوقايه خير من العلاج، يعني نبتدي نحافظ على عينينا ونحافظ على منطقه حوالين العين عشان ما يظهرلناش تجاعيد. اهم حاجه في البوتوكس ان هو ما يكونش اقل من 18 سنه. غير كده كل ما نحقن بدري كل ما يكون افضل. الدكتور اللي بيحقن فيلر زي الفنان بيرسم لوحه. الهالات السوداء في بدايتها اسهل بكتير من لما نستنى عليها. ممكن نحقن ميزوثيرابي في منطقه تحت العين. التقنيه نفسها اسمها الميزوثيرابي. المواد اللي احنا بنحقنها بقى بيكون فيها فيتامين سي، ده ماده مهمه جدا وحلوه جدا في التفتيح. بيكون فيها اربيوتين، برضه ماده حلوه جدا في التفتيح. بيكون فيها ماده جلوتاثيون. الفيلر عامل زي ايه؟ بشكل بيه برضه مع التقدم في العمر نتيجه برضه الجاذبيه بتبتدي الوش ينزل لتحت. تهدد في البشره، ساجنج في البشره. كل الحاجات دي اي ديفكت في البشره او اي مكان داخل لجوه في البشره انا بقدر املاه. اولا في ناس بشرتها بتلتهب جدا بعد ازاله الشعر بالطرق التقليديه. الليزر يعني وفر علينا كل الموضوع ده، لان انا بظبط جهاز الليزر على حسب كل بشره. هي التقنيه نفسها اسمها ميزوثيرابي، لكن ايه المواد اللي انا بحقنها؟ بعملها منطقه الشعر، بعملها منطقه حوالين العين، بعملها منطقه الوجه، بعملها منطقه اذابه الدهون، الموضعيه. الليزر في الاماكن الحساسه حلو جدا، لان هو اولا ازاله الشعر بالطرق التقليديه في الاماكن دي بيسبب غمقان في المكان بيغمق اكتر، يعمل التهابات. الناس بيكون مؤلم جدا، الناس ما بتقدرش تتحمله. فدلوقتي الناس بقت عايزه نتيجه سريعه وغير مؤلمه وفي وقت قصير، والشعر يقعد مده طويله ما يطلعش. في بعض الناس ممكن نستخدم في منطقه الهالات السوداء تحت العين بعض انواع من التقشير الكيميائي. بس هي الفكره ان العادات الخاطئه اللي خلتها تظهر عندي هالات سوداء ممكن تخلي عندي تظهر تجاعيد. بدل ما التجاعيد دي بتبقى وقت ما تضحك بس او وقت ما تكشر بس، بتبقى في الريست وهي ما بتعملش اي اكشن خالص. بيبتدي في ناس بتلاقيهم كده ال 111 ظاهرين وهم قاعدين عادي ما بيكشروش. بشكرك دكتوره مريان. كانت معايا دكتوره مريان نادر، استشاري الجلديه والتجميل والليزر بالمركز